نشأة عالم الشيخ الشعراوي في سطور. ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في قرية دير الجنادلة محافظة الدقهلية عام 1911. كانت هذه القرية الصغيرة محاطا بالحقول الخضراء، حيث عاش الناس حياة بسيطة ومتواضعة. نشأ في بيت متدين بسيط، وكان والده إماما وخطيبا. كان والده قدوة له في الالتزام الديني والأخلاق الحميدة. منذ صغره أظهر الشيخ شغفا كبيرا بالعلم والمعرفة، وكان يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. كان يقضي ساعات طويلة في قراءة الكتب الدينية والتعلم من والده. تميز الشيخ بذكاء حاد وذاكرة قوية، مما ساعده على استيعاب العلوم الدينية بسهولة. كان دائما يسعى لفهم أعمق للعلوم الشرعية. انتقل الشيخ الشعراوي إلى القاهرة ليلتحق بجامعة الأزهر الشريف، حيث درس العلوم الإسلامية وتعمق في اللغة العربية والفقه والتفسير. كانت هذه الفترة نقطة تحول في حياته العلمية. خلال سنوات دراسته أظهر الشيخ تفوقا ملحوظا، ونال إعجاب شيوخه بفكره الراقي وفصاحته وبراعته. كان دائما يسعى للتمييز والتفوق في كل ما يقوم به. من الأزهر إلى المنابر، رحلة علم ودعوة. بعد تخرجه من الأزهر بدأ الشيخ الشعراوي مسيرته في الدعوة إلى الله. عمل خطيبا ومدرسا في المساجد والجامعات، وكان له أسلوب خاص في الخطابة يجذب القلوب ويشد الانتباه. تميز الشيخ بفصاحته وبلاغته وقدرته على تبسيط المفاهيم الدينية العميقة بطريقة سهلة وسلسة. وقد ترك تأثيرا كبيرا في المجتمع المصري والعربي بشكل عام. وولد في 15 من أبريل عام 1911 في قرية ديروت بمحافظة أسيوط في مصر. من بين القصص الملهمة عن الشيخ الشعراوي يمكننا أن نتحدث عن تجربته في التعليم والدعوة. في بداية حياته قرر الشيخ الشعراوي أن يتجه إلى الأزهر الشريف لدراسة العلوم الإسلامية. كان شغوفا بالعلم وموهوبا في حفظ القرآن الكريم، وبفضل اجتهاده وتفانيه استطاع أن يتخرج بمرتبة جيدة ويصبح إماما. تجربته في الدعوة بدأت عندما كان يلقى محاضرات دينية في المساجد والجامعات. أحد أبرز محطات حياته كانت برنامجه الديني الذي عرض في التلفزيون المصري، حيث كان يفسر الآيات القرآنية بأسلوب عميق ولكن بسيط. كان يقف أمام الكاميرا ليشرح المعاني والدروس المستفادة من القرآن، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا حيث جذب ملايين المشاهدين. تحدث الشيخ الشعراوي أيضا عن موضوعات مهمة مثل الحب والتسامح، وكيف يمكن للمسلم أن يعيش بسلام مع نفسه ومع الآخرين. كان دائما يشدد على أهمية الأخلاق والقيم في حياة المسلم. على الرغم من وفاته في 17 من مايو عام 1998، لا يزال الشيخ الشعراوي يذكر كأحد أبرز العلماء والدعاة الذين أثروا في ملايين القلوب والعقول. دروسه وتفسيراته لا زالت تدرس في العديد من المعاهد والمدارس.